عن إبراهيم بن محمد عن عنبسة قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد أمسينا وما أحد أعدى، يعني أشد عدان، لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. إذن ممن يتخذ المودة غطاء ونفاقا، وفي الحقيقة هو ليس ممن يود أهل البيت. هذا تحت عنوان الانتحال كما ذكرناه. نقول: لا يخفى على كل نبي أننا لو لم نقل الآن، إذا قلنا بأن الانتحال لا يشمل هذا المعنى الذي ذكرناه، ممن يدعي مثلا أو يدعي كذبا أو ممن ينافق أنه ينتمي إلى هذا العنوان، نقول لو لم نقل بهذا وقلنا عنوان الانتحال يشمل كل من يتخذ الشيء سواء اتصف به أو لم يتصف به، فهذا سيشمل من؟ نأتي لأهل السنة، هل يودون أهل البيت؟ هم لا ينطبق عليهم عنوان الشيعة والتشيع، هذا شيء. لكن هذه الرواية الثانية: ممن ينتحل مودتنا، فهم يودون أهل البيت أو لا يودون؟ إذا كانوا لا يودون أهل البيت فهم نواصب، فهم يشملهم آيات النفاق بالنصوص التي عندهم، هذا لا كلام لنا معهم. لا يودون أهل البيت، خرجوا عن ضرورات الدين وصاروا في خانة المنافقين. أما إذا كانوا يودون أهل البيت، إذن أيضا الإمام هنا يكذبهم، يقول: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. إذن هم أيضا مشمولون بهذا الكلام. مع هذا أيضا نؤيد هذا لأن قابل للنقاش، ممكن أن يعترض المعترض، لكن أيضا ونقول نقرأ حتى نعرف ماذا يعني نعضد هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نقول: لا يخفى على كل نبي أننا لو لم نقل بأن المراد من الانتحال المعنى الذي ذكرناه من اتخاذ التشيع كعنوان فقط وعلى نحو الكذب والنفاق وهو في حقيقته ليس شيعيا، أقول لو لم نقل بذلك لكانت الرواية السابقة التي فيها ممن ينتحل مودتنا، لكانت الرواية السابقة شاملة لأهل السنة وأنهم الأعداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن أبنائنا الأعزاء السنة يودون ويحبون أهل البيت، فيشملهم قول الإمام: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. وسيأتي ما يدعم هذا المعنى ويؤكده، بل أيضا ويدل عليه، بل أكثر من هذا، بل سيأتي ما هو فيه دلالة مستقلة، بل له دلالة مستقلة واضحة، ما ورد عن النبي المصطفى وعلى آله الصلاة والسلام بخصوص الصحابة. فما ينطبق على أتباع أهل البيت في قول الإمام هنا ينطبق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر عن النبي بخصوص الأصحاب، وسيأتي هذا الكلام ويأتي الحديث في هذا الدليل. هذه النقطة الأولى، انتهينا من النقطة الأولى، رجعنا إلى قواميس اللغة وعرفنا ما هو معنى الانتحال. النقطة الثانية: لا يصح، لا ننسى هذه النقاط في الرد على من يتهم الشيعة ويكفر الشيعة. النقطة الثانية: لا يصح اقتطاع الرواية من القرائن المحتثة والمحتثة بها، فبعض الروايات كانت في سياق الحديث عن الخطابية وذمهم، أو يوجد معها روايات أخرى بنفس المضمون متضمنة للكلام والذم للخطابية، يعني إما نفس الرواية فيها إشارة للخطابية والكلام عن الخطابية، أو يوجد روايات في نفس المضمون فيها ذكر للخطابية وتصلح للجمع وتصلح لبيان أو لتفسير ما يراد من الأشخاص المقصودين في الكلام في الروايات الأخرى. نقول يوجد روايات أيضا أخرى بنفس المضمون متضمنة الكلام والذم للخطابية، فيصلح الجمع بين الروايات، فيكون المراد من الانتحال هو انتحال الخطابية والغلو وما يرجع إلى الغلو من كفر وارتداد. نقصد اتخاذ الخطابية والغلو اتخاذهم مذهبا ومعتقدا، فيكونون هؤلاء الخطابية الشر من اليهود والنصارى والمجوس كما عبرت الروايات من
ومن هذه الرواية نذكر، وذكرنا أيضا إلى بعض الروايات التي تشير هذا المعنى، وقسم الروايات أيضا نكرر ذكرها هنا. إذن وصلنا إلى الرواية 62، رواية الكشي، تسلسل 538، يعني تسلسل 538. يقول، لاحظ الرواية ماذا تقول؟ ذكر عنده، أي عند الإمام الصادق عليه السلام، ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطاب. لاحظ الرواية فيها قرائن، تحتف بقرائن، يعني تتصل بقرائن. يقول ذكر عند الإمام الصادق عليه السلام جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطاب، إلى أن يقول فقال أبو عبد الله لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبدا، هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. على من؟ على واقد، على جعفر بن واقد وعلى جماعة أبي الخطاب. هذه الرواية الأولى التي قلنا فيها يعني مقرينة على أن الكلام مع الخطابية وكلام الإمام متفرع على ما ذكرناه سابقا. وأيضا هذه العناوين شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، نفس هذه العناوين أتت بمن ينتحل مودتنا، ينتحل التشيع. لاحظ نفس الكلام، نفس الرواية، نفس ذيل الرواية، مرة ممن ينتحل التشيع، ممن ينتحل المودة، ومرة الخطابية، ومرة عن ابن واقد وغيرهم. إذن الرواية 63 رواية اختيار معرفة الرجال، وفي معجم اختيار معرفة الرجال رجال الكشي التسلسل 528، في التسلسل 528، وهي معجم الخوئي الجزء 15. حمدويه يقول عن أبي عبد الله عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى. لاحظ أقرأها بالرواية الأولى، من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. نفس النص الذي ذكر في الرواية الأولى التي فيها ذكر ابن واقد ونفر من أصحاب ابن الخطاب، نفس الكلام هذا في هذه الرواية. يقول إن من ينتحل هذا الأمر لمن هو الشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. يعني هذه الرواية عندما تريد أن يعني تدفع دليل المقابل، هذه الرواية عندك الآن عندك دليلان. الدليل الأول تقول عنوان الانتحال اللي ذكرناه في النقطة الأولى، تقول هذا عنوان ينتحل، إذن هذا الذي ينافق في اتخاذ المودة والتشيع كعنوان. هذا أولا تقول إذن لا تشمل كل الشيعة، تشمل من ينافق في اتخاذ عنوان التشيع. والقرينة الثانية أن هذه الرواية يوجد رواية في نفس المعنى والمضمون تتحدث عن الخطابية، وهؤلاء هم المقصودون بهذا الخطاب، فينطبق عليهم ما قيل في هذه الرواية. وفعلا الخطابية بالرغم من خط الغلو عندهم، بالرغم من الارتداد والكفر الذي هم فيه، هم يدعونهم من شيعة أهل البيت، من أتباع أهل البيت، ممن يود أهل البيت ويحب أهل البيت سلام الله عليهم. فيكون المعنى أن من ينتحل ويتخذ التشيع على نحو النفاق والكذب، أو من يتخذ الخطابية دينا ومذهبا ومعتقدا، فهو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. النقطة الثالثة، نقول العديد من الروايات تشير وبصراحة إلى البعض والجزء وليس الكل، فلا يصح بل من الجهل والغباء أو من الكذب والتدليس والافتراء أن يعمم الحكم الجزئي على الكل، حيث استعمل في الرواية من، وواضحة في التبعيض وليست للبيان. من يعني استعمل في الروايات من التبعيضية، فيكون معنى أو من التبعيضية، فيكون معنى ممن، مثلا معنى ممن ينتحل الذي ورد في الرواية، ممن ينتحل
أي بعض الذين ينتحلون. واضحة هذه المعنى، ممن ينتحل مودتنا أي بعض الذين ينتحلون، يعني بعض ممن ينتحل، بعض من ينتحل مودتنا فهو يتصف بكذا أو هو أشر من كذا وكذا، حيث استعمل في الروايات من التبعيضية فيكون معنى ممن هذه بين قوسين ممن ينتحل هو بعض الذين ينتحلون، فيكون المعنى بعض الشيعة أو بعض المتخذين مودتنا. هذه النقطة الثالثة. إذن يوجد قرينة مباشرة في الكلام اللفظية تدل على التبعيض، تدل على بعض المتشيعين أو تدل على بعض الشيعة أو تدل على بعض ممن ينتحل التشيع. يعني هنا نقول الانتحال هو اتخاذ يعني تبعية أهل البيت سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، والرواية تدل على بعض هؤلاء فيشمل أهل النفاق ولا يشمل باقي المتشيعين أو أتباع أهل البيت عليهم السلام. النقطة الرابعة، إذا أخذنا بالنظر الاعتبار أن المراد من الانتحال المعنى المتضمن للادعاء الباطل والنفاق، فيكون المعنى بعض منافقي الشيعة أو بعض مدعي التشيع أو مدعي مودة أهل البيت، فإنهم أشد فتنة على شيعتنا من الدجال أو أعداء لأهل البيت عليهم السلام أو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ماذا نقصد هنا؟ الآن عنوان الانتحال نأخذه بعنوان النفاق، فهنا نافق فاتخذ التشيع ومودة أهل البيت على نحو النفاق، كأنما الرواية تقول ليس كل هؤلاء المنافقين هم يكونون أشر من اليهود، يقول حتى هؤلاء المنافقون أو حتى هؤلاء المنافقين بعض هؤلاء المنافقين هم أشر من اليهود. لاحظ، ممن ينتحل، الانتحال هو النفاق، فبعض هؤلاء المنافقين هم أشر من اليهود. لاحظ، ليس فقط أنه يعني هذا جزء في جزء، يعني أهل نفاق وليس كل أهل النفاق، وإنما بعض هؤلاء أهل النفاق هم من ينطبق عليه أنه أشر وأعدى على أهل البيت سلام الله عليهم. النقطة الخامسة، بعض الروايات تشتمل على قرينة لفظية تدل على أن معنى انتحال التشيع غير التشيع، وأن معنى منتحلي التشيع غير الشيعة، كما في قول الإمام عليه السلام. لاحظ، ماذا نقصد؟ أنه معنى تدل على أن معنى انتحال التشيع غير التشيع، تدل على أن معنى منتحلي التشيع غير الشيعة وغير التشيع. ماذا نقصد بهذا؟ نقصد بأنه يوجد روايات تذكر هؤلاء، تذكر منتحلي التشيع وممن يتخذ المودة، تقول أشد خطرا تذكر على الشيعة، فكيف تكون الشيعة أشد خطرا على الشيعة؟ فإذن ممن ينتحل التشيع غير الشيعة، ممن اتخذ المودة وانتحل المودة إذن هو غير الشيعة، كما في هذا القول. نقول كما في قول الإمام الرضا عليه السلام. الآن صارت العبارة واضحة، أعيد العبارة. نقول بعض الروايات تشتمل على قرينة لفظية تدل على أن معنى انتحال التشيع هو غير التشيع، وأن معنى منتحلي التشيع غير التشيع أو غير الشيعة، كما في قول الإمام الرضا عليه السلام قال إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فكيف يستقيم المعنى إذا كان ممن ينتحل أيضا هم الشيعة؟ فلا يصح أن يقال، ولا يوجد عاقل يقول إن المراد من قوله عليه السلام قال إن ممن ينتحل مودة أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. لا يوجد عاقل يقول يقصد الإمام هنا ممن ينتحل مودتنا أهل البيت يقصد بها الشيعة، لأن هذا يستلزم أن تكون الرواية غير تامة لا لفظا ولا معنى. لماذا؟ لأنها ستكون بهيئة أن شيعتنا من هم أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، أن الشيعة أشد فتنة على الشيعة من الدجال. وهذه عبارة غير تامة ولا تصدر ممن يعني حتى من يعني يعلم بأبسط الأمور اللغوية والبلاغية، أو حتى من لا يعرف
إلا ما يعرفه من الأمور السطحية أو ما يعرف اللغة السطحية وأوليات اللغة والمعرفة.